في واحدة من مؤجلات الدوري، نادي الأهلي بيفقد ونادي الأهلي بينزل إلى الهاوية في مباراة النادي الأهلي مع البنك الأهلي، ويخلص اللقاء بنتيجة غريبة، بنتيجة ما حدش متوقعها. مباراة مفتوحة من الجانبين، قدر البنك الأهلي إن هو ينتصر على النادي الأهلي بنتيجة 4-3. نتيجة غريبة، نتيجة ما حدش متوقعها جدا. بان ان في مشكلة في الدفاع في النادي الاهلي، لكن كولر معالجش المشكلة ديت، وبان انفرادات كتير جدا لنادي البنك الاهلي. ومع ذلك الخطوط، خط النص وخط الهجوم عملوا اللي عليهم، مفيش اي مشكله، لان احنا وصلنا وضيعنا وهدفنا بدل الجون جون واثنين وثلاثه. لكن انت تتقدم، المفروض النادي الاهلي بيعزز الهدف، وده اللي معودنا عليه النادي الاهلي. لكن فرقه البنك الاهلي كل مره بتتعادل، وفي اخر الثواني او اخر الدقائق بيحرزوا هدف وسط ذهول جميع الاهلاويه. مباراه ادارها كولر برعونه، لكن هو يسأل عن الهزيمه، لان باين من اول الماتش ان في مشكله في خط الدفاع، انفرادات، مساحات كبيره جدا في ظهر النادي الاهلي. شفنا برضو كريم ضيع كذا كوره، وكأن دفاع النادي الاهلي ما جاش النهارده بسبب تغييرات كولر. لا، مش هنقول سبب تغييرات كولر، ولكن انت عندك مشكله باينه جدا في خط الدفاع، فبالتالي المفروض اللي انت تعالجها من اول اللقاء، وده اللي احنا كنا خايفين منه. وبالفعل قدر البنك الاهلي ان هو يحصد الثلاث نقاط في استاد القاهره وسط ذهول جميع الناس اللي موجوده وجميع الناس اللي بتتفرج على اللقاء. طبعا احنا شفنا رضا سليم بيحرز الهدف الاولاني، وهدف جميل جدا. وشفنا امام عاشور بيتالق كالعاده، مع برضو شوبير تالقه من ماتش لماتش، لكن النهارده مسح كل اللي هو عمله، لان النهارده دخل فيه 4 اهداف، ما بتحصلش كتير في النادي الاهلي. وفقد الثلاث نقاط مش هو ده المشكله، لا، المشكله اللي انت عندك خلل في حته معينه وانت ما بتعالجوش. لا، احنا المفروض كده ظهر في اول الماتش مشكله، لازم كولر يتدخل، لان احنا كده كده هجومنا كويس، وهنقدر اللي احنا نوصل وهنجيب وهنهدف حتى لو في اخر دقيقه. لكن مشكله في الدفاع لازم تعالجها. طبعا الماتش لسه خالص دلوقتي، وانا مش مصدق لغايه دلوقتي معقول كريم بامبو بيحرز في النادي الاهلي كل مره؟ مش عارف. في مشكله دفاعيه كبيره جدا جدا. وشفنا طبعا تالق ايمن اشرف لاعب النادي الاهلي السابق المنضم حديثا لنادي البنك الاهلي، وعمل كرات حلوه جدا، وقدر ان هو يزود عن مرماه في كذا كوره. ولكن هي دي كره القدم، مش هقول لك انت لعبت بمجهودك كله، لا، انت لعبت ولكن عندك مشكله كبيره جدا ما تعالجتش، فبالتالي العقاب جه في اخر المباراه. كلنا عندنا ما كانش عندنا شك ان النادي الاهلي هيفوز في اي لحظه، حتى لما النتيجه وصلت 3-3 مستنيين اللي احنا نجيب الهدف الرابع ونخلص من المباراه الرخمه دي. لكن برضو في رعونه، كره مرفوعه وتعدي من دفاع النادي الاهلي يحطها لاعب البنك الاهلي في الزاويه الشمال لحارسنا شوبير، محرزا الهدف الرابع. وطبعا التغييرات اللي عملها كلها اتحفظت، ما عندناش جديد نقدمه ولا يا جماعه، لا، في خطط لازم كولر يدرب اللعيبه عليها لما الماتش يكون مقفول. ماتش النهارده مش مقفول، ماتش مفتوح، ما عندكش اي حجه. للارض في استاد القاهره، عندك جمهور، عندك كل حاجه تؤهلك ان انت تفوز، لكن النهارده نقطه ومن اول السطر. طبعا احنا عارفين ان الدوري العام يعني في كتير مؤجلات، مش عايزين نفقد نقاط. طبعا احنا لو كنا تعادلنا كنا مش هننام، بالك اللي احنا اتغلبنا، فماتش غريب، ماتش عجيب، خلاص ماتش للنسيان يا جماعه. نقطه ومن اول السطر، ونشوف هنعمل ايه بعد كده. النهارده طبعا شفنا قرعه كاس كاس افريقيا للانديه. طبعا الاهلي في هيلاعب فرقه سيمبا. فرقه سيمبا طبعا يعتبر اقل الفرق الثلاثه اللي موجودين اللي احنا كان ممكن نلعبهم، يعني في مازيمبي، في الترجي، لكن اضعفهم سيمبا. رغم سيمبا طبعا مش فريق ضعيف، ده فريق كويس جدا، وسبق قبل كده ان هو فاز على النادي الاهلي هناك بنتيجه 1-0 زي ما احنا
عارفين بجون ميكيسوني، فبالتالي فرقه لازم نعمل لها حساب من دلوقتي. وكويس برضو ان ظهر الخلل الدفاعي في النادي الاهلي في الفتره ديت، على اساس ان احنا نبدا نعالجه ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. نتيجه الزمالك انا ما تابعتهاش، بس لغايه اخر وقت كان 2-1 في نص الشوط الثاني. الشوط الاولاني كان خلص 1-0 لفرقه الجونه، فبالتالي ما اعرفش بالظبط ايه اللي دار، ولكن احنا دايما عينينا على النادي الاهلي في كل المباريات، ما يهمناش اي فرقه ثانيه. بقول لجماهير النادي الاهلي ما نزعلش يا جماعه، القادم احسن، ودي النقطه الفارقه اللي ان شاء الله هتدينا الدوري وهتدينا البطولات، اللي انت لازم تفوق من الغيبوبه اللي انت فيها. طبعا شفنا ماتش الزمالك اللي فات ما كانش احسن حاجه، ومع ذلك قدرنا اللي احنا نكسب، لكن انت نازل وعارف اللي انت هتكسب بنسبه 100%، فبالتالي حصل رعونه خصوصا في خط دفاع النادي الاهلي. شفنا مشاكل علي معلول، وشفنا اكرم توفيق، ما كور كتير عدت منهم. وطبعا مش هنتكلم كتير عن الماتش دوت. طبعا في توقف او توقف للدوري العام زي ما احنا قلنا قبل كده، على اساس منتخبنا وتجميعة منتخبنا في شهر مارس ان شاء الله، ومعسكر لمنتخبنا 10 لعيبه من نادي الاهلي في المنتخب ان شاء الله، تبقى برضو صفحه جديده لمنتخبنا، ويقدر منتخبنا اللي هو يصنع الفارق زي ما عملنا قبل كده في 2006 و2008 و2010. طبعا ما حدش يزعل مني، انا مش قادر اتكلم، الهزيمه مأثره فيا، ولكن ان شاء الله ان شاء الله القادم احسن للنادي الاهلي ولمنتخبنا. طبعا شيكابالا ومشاكل شيكابالا اللي ما بتخلصش زي ما احنا عارفين. شيكابالا يصدم برضو الجماهير الاهلاويه، والساعات والكلام الفاضي اللي هو اتربى عليه من المستشار مرتضى منصور، وكأن ما فيش اي حاجه حصلت بين الناديين، ولا في زياره حصلت، ولا في تقارب لوجهات النظر، واصبحنا ما فيش مشاكل. يختلق هذا الشيكابالا برضو المشاكل تاني. لاعب مستهتر، لاعب مغرور، لاعب ما عندوش اي فكره يعني ايه روح رياضيه، لاعب بمعنى اصح لاعب غبي. فبالتالي احنا مش هنعلق على الكلام الفاضي ده. نتمنى ان شاء الله لمين النادي الاهلي التوفيق في المباراه القادمه، واشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. يا ريت اللي ما تابعش قناه وليد حلمي الاهلاوي تابعني وفعل زر الجرس دائما يصلك الجديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.